مساء الخير عليكم يا جماعة. طبعا أنا النهاردة السبت حبيت إن أنا أكون معاكم مباشر. لو في حد عنده سؤال أنا جاهز إن أنا أرد عليه. طبعا إحنا الفترة اللي فاتت دي كان كل الأسئلة بتتكلم عن فيزا ميزة المعاشات، والفيزا دي إيه المغزى منها، وإحنا ليه هنعملها. طب ما إحنا كنا كويسين في القديمة وانتوا ليه بتعملوا معانا كده. وبعد كده دخلنا بقى في قصة ال 25 جنيه، وبعد كده اتلغى القرار بتاع ال 25 جنيه. وزي ما انتوا شايفين الموضوع بعد كده دخل في قصة ان احنا المعاشات نزلت، ودلوقتي الناس علشان تقبض المعاش بتاعها فالقبض اصبح بالايصال. بصوا يا جماعة، دلوقتي فيزا ميزة المعاشات المقصود من ان احنا ليه بنعملها. فهو طبعا المقصود ان دلوقتي يعتبر الناس اصحاب المعاشات يعتبر ما كانش ليهم قاعدة بيانات. انا بجيبها لكم يعني بالعربي كده. الناس دي ما كانش ليها قاعدة بيانات، وتقريبا ان انت كمان ليك هو انت بتقول لي يعني ازاي ملوش قاعدة بيانات وازاي ان هو بياخد معاش. انا اقصد ان ملوش قاعدة بيانات متينة. يعني انت تقدر تقول ان انا دلوقتي مع التحول الرقمي اللي الدولة بتنشده وعايزاه، وان انا دلوقتي ان انا لما اكون في مجلس الوزراء عايز ادخل على الرقم القومي لفلان ده، فاجيب السجل بتاعه كله، الراجل ده شغال في ايه، الراجل ده معاش، طب الراجل ده عنوانه ايه، الراجل ده تليفونه ايه. طب يعني الحاجات دي كلها الدول العربية اعتقد ان هي منفذاها من فترة، والناس اللي هي مسافرة بره عارفة الكلام ده كويس جدا. والدليل على كده ان انت بتبقى راكب عربيتك، لو عملت مخالفة بتبص تلاقي المخالفة في ساعتها نازله لك على الموبايل بتاعك. ليه؟ لان انت كل بياناتك موجودة عند بتاع المرور. فانت لو عملت مشكلة هو خلاص، هو قاعدة بياناتك عنده، هو بيدخل عليك على اسمك، رقم موبايلك ايه، بيبعت لك ان في مخالفه في الحته الفلانيه بمبلغ كذا، عليك ان انت تروح وتسددها، او ان هي كمان هتتخصم من الفيزا بتاعتك اللي هي عنده. اذا انا في عندي حاجه اسمها احنا بنتحول بقى للتعامل الرقمي، لان احنا بنتعامل على ان انت خلاص كله لازم هيتعامل بفيزا. ولازم بقى علشان نتعامل على الفيزا دي انا هتجيلي البريد، هعمل لك قاعده بيانات، لان انا هسجلك بياناتك من الاول وجديد. هسجلك بياناتك برقم قومي، بعنوان مظبوط، بحالتك الاجتماعيه ايه، بان ظروفك ايه، كل ده انا بسجله لك عندي في البريد. طيب انت خايف من ايه؟ انت قلقان من ايه؟ انا عايزك ان انت ما تقلقش من اي شيء، لان انت بياناتك خلاص موجوده عندي في جهه حكوميه مسؤوله زي البريد. اتفتح لك حساب جاري فضي خاص بيك انت. مش كده وبس، دلوقتي الحساب كمان الجاري الفضي ده اللي انت ما تعرفوش ان انت هتاخد عليه ربح عادي خالص زي حساب البريد الفضي عادي تماما. وكمان ان انت دلوقتي لو انت مسافر في اي مكان ما تقلقش، انت فلوسك هترجع. لو معاشك 1000 جنيه هترجع هتلاقي فلوسك دي ما بقتش 1000 جنيه، لا ده زادت المدة اللي انت غبتها وانت مسافر. دلوقتي طيب الحساب الميزة ده انا بفتحه ازاي؟ حساب معاش الميزة انا بفتحه ازاي؟ انا دلوقتي في مكتبي انا بتعامل كالاتي. انت بتجيلي بثلاث صور بطاقه مش اكتر من كده، رقم تليفونك الشخصي، ما تجيبش رقم تليفون اي حد، لا رقم تليفونك الشخصي، علشان انا لما هتنزل الفيزا واحب ان انا افعلها هتتصل من الرقم الشخصي اللي انت كتبته في بياناتك وانا بفتح لك الحساب، فلازم التليفون ده يكون رقمك الشخصي. هتقولي طب انا راجل كبير وانا ما معيش تليفون، هقول لك ابنك او بنتك اللي قاعدين مقيمين معاك في البيت، عشان وانت بتحدث الفيزا بتاعتك يبقى انت التليفون اللي اتصلت بيه هو نفس التليفون اللي اتحط لك في قاعدة بياناتك. طيب بالنسبة للناس اللي عملت الحساب الجديد ومعاها الفيزا القديمة وراحت ان هي تصرف المعاش، لقت ان الفيزا دي اتوقفت، الحل ايه؟ فانا بقول لك الحل، ادخل لي المكتب بالايصال اللي معاك وانا هقبضك المعاش بتاعك. هتقولي طب انا الايصال ضاع، هقول لك هات لي بطاقتك وما تقلقش وما تشغلش بالك. انا هدخل، انا هعمل استعلام، انا هدخل استعلام
وهطلع لك رقم الحساب وهقبضك المعاش بتاعك بكل سلاسه. هتقولي طب انا الفيزا هتيجي امتى؟ انا بقول لك انا ما عنديش وقت محدد. انا كمكتب الحسابات اللي اتفتحت في اول شهر 9 بدات تجيلي الارقام السريه دي، وتقدر تقول بمجرد ما جات الارقام السريه انا خلاص الفيزا هتجيلي في خلال 10 ايام بكتير، ممكن على اخر الشهر. ما تشغلش بالك لو ما استلمتش الفيزا وما فعلتهاش وانت لسه معاك الايصال، انا هقبضك معاشك ما تقلقش. بالنسبه للناس اللي بتسال دلوقتي الارباح كام في البريد، 8.5% على حساب التوفير. 8.5% على حساب التوفير. على الحساب الجاري الفضي 4%، على الحساب الجاري الذهبي 5%. دلوقتي الناس اللي بتسأل على فيزا ميزة المعاشات، انا لما استلمها هقبض منين؟ هيبقى قدامك بدائل متاحة كتير، منها البريد، ماكينات البريد، الاي تي ام المنتشرة في الشارع، بنك مصر، بنك اهلي، بنك القاهرة، اي بنك تقدر ان انت تصرف منه. طيب انت راجل كبير في السن وما تقدرش، يبقى ابنك اللي هيصرف. انت راجل كبير في السن وعايز انت بنفسك اللي تصرف، قدامك البدائل المتاحة، اي اي تي ام، ممكن قدامك البريد، روح واصرف معاشك بكل سلاسة. اي نعم هيبقى فيه زحمة، عدي الزحمة اول 3 4 ايام وروح في الوقت اللي ما فيهوش زحمة، ده زي ما تحب. طيب دلوقتي لو البطاقة منتهية ينفع ولا لا؟ اقول لا. دلوقتي احنا خلاص، احنا يعني في قرار اتاخد في جميع الهيئات الحكومية، اي حد معاه بطاقة منتهية مش هينفع يتعامل بيها نهائي. بص بقى، بطاقة منتهية في الحوالات لا، بطاقة منتهية في فتح الحساب لا، بطاقة منتهية في تحديث الدفاتر لا، بطاقة منتهية في الايداع والسحب لا. طيب من ضمن الأسئلة اللي جات لي، في واحد بيقول لي أنا عايز أعرف الفوائد الشهرية على مبلغ 30,000 جنيه كام؟ طيب دلوقتي أنا علشان أقول لك الفوائد الشهرية أنا قدامي حسابين 2 بس أقدر أقول لك دول اللي ينفع تاخد بيهم فوائد شهري. حساب فضي اللي هو قلنا أرباحه 4%، وحساب ذهبي اللي هو أرباحه 5%. طيب خلينا في الحساب أبو 5% اللي هو يعني إيه عالي شوية. طبعا هو عالي كحساب جاري، لكن التوفير 8.5 زي ما قلت. طب لو انت عايز ربح شهري من ال 30,000 على الحساب الذهبي، انا اقول لك ان انت هيبقى العائد الشهري بتاعك 125 جنيه على ال 30,000 الحساب الذهبي 125 جنيه. طيب لو انت هتسيب ال 30,000 وتبقى حساب التوفير ابو 8.5، فهيبقى العائد السنوي 2400 جنيه. لان انا بالنسبه لي التوفير ما بيديش عائد شهري، يعني هو بيدي عائد شهري على الحساب بس بتعرفه امتى؟ في شهر 7. تاني، بيدي عائد شهري على الحساب تعرفه في شهر 7، مش بيدي عائد شهري على الحساب وتروح تسحبه، عشان يبقى الكلام واضح. طيب فيزا التوفير بتتسلم في وقت قد ايه من فضلك وبتصرف من اي فيزا التوفير العادي بتتسلم بعد شهر ونص، سيب شهرين. فيزا التوفير العادية في شهر ونص، خليها شهرين. هتسحب من اي ATM من جميع ماكينات ATM ما عدا اسكندرية وHSBC فقط. جميع ماكينات البنوك متاحة تسحب منها التوفير. هسحب ازاي؟ اقول لك كالاتي. مبدئيا اول ما تستلم الفيزا لازم تفعلها. هتفعلها على ايه؟ 16/7/8/9 ده رقم حساب التفعيل، او 02-353-15-900. 02-353-15-900 ده خدمة العملاء. بتفعل الفيزا وبعد كده بتروح على اي ATM تسحب بكل سلاسة. يبقى اذا انا علشان اسحب، مفيش ناس تقول لي انا معايا الفيزا بس رحت اسحب لقيتها موقوفة قال لي لا مش متاح. طب انا دلوقتي انا ازاي ان انا اسحب لك وانت مش مفعل الفيزا؟ انا دلوقتي انت معاك الموبايل بس مش معاك الشريحة، هتعمل المكالمة على ايه؟ هي الفيزا بالنسبة لي كده، الشريحة بتاعتي اللي هتعمل عليها المكالمة هو تفعيل الفيزا، تفعيلها بالاتصال على خدمة العملاء. قصة كبير في السن مش عارف اتحرك، هينفع اعمل توكيل لابني رسمي؟ بص يا ماما، دلوقتي انت مشكورة هتوصلي لغاية مكتب البريد
وهتقعدي معززه مكرمه في عربيه، هيطلع الموظف يبص عليك يتاكد ان انت، ويكمل لك الشغل ويمضيك ويبصمك ويختمك ويعمل لك كل شيء وانت في العربيه. طب استلمت الفيزا زي ما قلت، هنفعل الفيزا، ومن غير ما تعملي توكيل ادي الفيزا لحد من ولادك، هو يطلع على اي ATM يسحب لك المعاش بتاعك. طيب هو انا يا ابني كل شهر على كده؟ انا بقول لك ان انا ممكن فيزا المعاشات الجديده دي اللي هتنزل، اللي هي ميزه، ممكن ان انت بتفعليها مره واحده وتشتغل معاكي طول السنه. طيب لو هتبقى زي الفيزا القديمه اللي هي مره ومره و6 شهور من بره، اقول لك انا مش عايزك غير مره كل 6 شهور، تعالي لي معززه مكرمه، معلش ده في حاله ان الفيزا مش هتتفعل وتشتغل معايا باستمرار. لو هتبقى زي القديمه، انا كل ده انا بقول ال الاحتمالات، لان انا الصوره لسه مش واضحه بالنسبه لي. الفيزا دي هتبقى طريقه شغلها هل مفعله باستمرار، ولا هتبقى زي القديمه مره و6 شهور من بره، انا لسه مش عارف. الفرق بين التوفير والجاري بحسبة بسيطة، أنا قلت الجاري فضي وذهبي، زي ما قلت فضي وذهبي، الفضة 4%، الذهبي 5%، التوفير 8.5%. يبقى ده الشغل بتاعي، في عندي جاري اللي هو وأرباحه شهري، وفي عندي دائم اللي هو كل سنة في شهر 7 اللي هو التوفير. طيب الفرق الثاني ان انا دلوقتي ان انا ممكن ابعت فلوس على الحساب الجاري سواء الفضي او الذهبي من اي مكتب بريد، مش من خارج مصر، من اي مكتب بريد داخل مصر. ممكن واحد بدل ما يبعت لي حواله فوريه وعليها رسوم قد كده، لا هو هيبعت لي على الحساب الجاري من غير اي رسوم. حساب التوفير مش هتقدر تبعت عليه. بالنسبه للعماله غير المنتظمه، العمالة غير المنتظمة أنا شفت فيه لينك وأنا نشرته على الجروب. اللينك ده بيقول بالنسبة للناس اللي هي كانت بتقبض العمالة الغير منتظمة ال3 شهور اللي فاتوا أو ال3 دفعات اللي فاتوا، أنت بتدخل بالرقم القومي ورقم التليفون الموبايل المسجل قبل كده، فأنت كأنك بتعمل تحديث بيانات. طيب لو مفيش وأنت لسه أول مرة، طيب أنت عندك فيه اللي هو تسجيل، سجل بياناتك هيبعتولك. وفي ناس اللي بتسأل على اللي هو رقم الطلب، ما هو رقم الطلب، ما هو انت دلوقتي انت بالظبط كده انت بتطلب خدمه. يعني هو رقم الطلب هو عباره عن ايه؟ ان انت بتعمل طلب تسجيل على الموقع، فبيدي لك رقم، يعني بمعنى صح بيدي لك كود، انت رقمك مسجل رقم كذا، علشان لو عوزت ان انت تحدث البيانات بعد كده هتدخل رقم الطلب، فاذا انت خلاص مش محتاج تسجل بياناتك مره تانيه. ما هي نقطة إن أنت محتاج تنشيط من البريد كل 6 شهور، دي إحنا لسه ما نعرفهاش. يعني أنا، ما أنا ممكن تبقى عندي، يعني أنا هقول لكم على مثال بسيط. أنا بالنسبة لي فيزة البريد العادية بالنسبة لي اللي هي التوفير، أنا بمجرد ما بستلمها، أنا الفيزا بتبقى معايا 5 سنين، بمجرد ما بستلمها وبعمل لها تفعيل بالاتصال على خدمة العملاء، أنا معايا الفيزا شغالة 5 سنين مش محتاجة تفعيل تاني. خلي بالكم، لو الفيزا الجديده باللي احنا سمعناه، انا طبعا انا ما بحبش ان انا اقول ايه معلومه ونرجع نلغيها او معلومه كاجتهاد شخصي، ولكن لو نزلت الفيزا الميزه المعاشات هتبقى زي الفيزا البريد العاديه بتاعتي، فانا الفيزا بتاعتي العاديه انا بتصل على خدمه العملاء ومفعله معايا 5 سنين. فيزا البريد العاديه مفعله معايا 5 سنين. فطبعا انا علشان اعمل حركه زي دي مع ميزه المعاشات، فدي فايده كبيره جدا لاهالينا كبار السن، ان احنا بنفعل الفيزا مره واحده، وادي الفيزا لابنك لبنتك لاي حد ان هو ينزل ويسحب المعاش من الATM اللي في الشارع مش من البريد. لو جالي البريد هقول له فين صاحب الفيزا عشان ما حدش يزعل. بصوا يا جماعه، انا شغلي في البريد حساس لان انا بتعامل في فلوس وبتكون على مسؤوليتي الشخصيه، فاذا انا لو هيجي لي شخص مش صاحب الفيزا ما تزعلش مني، اقول له لو سمحت فين صاحب الفيزا هاتهولي. طيب لو انت الفيزا مفعله وهتقدر ان انت تبقى مفعله معاك 5 سنين، انت متاح قدامك اي مكنه الATM، روح واسحب اللي انت عايزه، ده ما يزعلش. بالنسبه فيزا ميزه المعاشات هتبقى حساب جاري فضي معاشات، حساب جاري فضي معاشات، هياخد معايا نسبة 4% زيه زي حساب البريد العادي. عشان كده انا بقول في بداية كلامي ان انا لو انت عامل الفيزا دي
وسبت فلوسك، ما هو انت في ناس ممكن تعمل ازاي، هو ليه معاش وهينزل له المعاش، ومثلا وليكن سافر 3 4 5 شهور مع حد من ولاده مثلا في دولة عربية. طب المعاش الاربع 5 شهور هترجع مش هتلاقيه زي ما هو، لا ده انت هتلاقيه زاد، لان هو هتلاقيه نزل عليه الارباح بتاعت الشهرية بتاعت الحساب الجاري. فاذا انت دلوقتي يبقى احنا كده بنتكلم اهو اجمالا على ميزه المعاشات، واحنا بنتكلم على حسابات التوفير والحسابات الجاري. طيب في ناس بتسأل بقى على الحوالات الفورية. انا قلت قبل كده الحوالة الفورية عبارة عن انت فلوس هتبعتها لشخص في مكتب بريد، ممكن يكون الشخص ده يا اما موجود في المكتب يا اما مش موجود في المكتب. طيب دلوقتي انا عايز ابعت 1000 جنيه لحد في مكتب بريد تاني. ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك انت كشخص، انت اللي هتبعت يبقى معاك صورة البطاقة، ويبقى معاك الرقم القومي للشخص اللي هتبعت له، ويبقى معاك الاسم بتاع الشخص ده زي البطاقة بالظبط. يعني لو اسمه رباعي هاتوا منه رباعي، الاسم خماسي هاتوا منه خماسي، واكد عليه اسمك زي البطاقة ايه بالظبط. ليه؟ لان دلوقتي في ناس بعد ما بتبعت الحوالة بتروح بتتفاجئ ان الاسم مختلف. يعني ايه مختلف؟ احمد محمد سيد احمد عبد السلام مش عارف خماسي. فانت اللي بلغك الاسم هو متعود على 4 اسماء في اسمه وخلاص، بيقوم باعتهم. طب انت تروح تسحب، الراجل اللي هيسحب لك بيبص في بطاقتك انت اسمك ايه، طب جاي على الحواله ايه. فما ترجعش انت وتقول طب ما هو الرقم القومي عندك، ما هو الرقم القومي عندي بس الاسم مش مظبوط، انا بالنسبه لي مش هصرف لك. يبقى اذا عشان ابعت الحواله تبقى مظبوطه. طيب بصوا يا جماعه، مبدئيا علشان برضو قصه تحويل المعاش من البريد للبنك، انا عايز بس يعني نتكلم بهدوء. في ناس بعد ما بتطلع معاش بتروح تعمل قرض في البنك، فطبعا انت البنك الف ب عايز يضمن فلوسه. طب انت القرض بتاعك ده بضمان ايه؟ بضمان معاشي. طيب هو بيقول لك انا عايز جواب تحويل من المعاشات على البنك علشان انا هديك فيزا، بعد ما اخد القسط بتاعي الفيزا دي انت هتاخد بقيه معاشك. طيب دلوقتي انا مطلوب مني ان انا احدث الفيزا دي، فهي هتبقى ميزه يا اما ميزه البنك يا اما ميزه المعاش اللي هو البريد. طيب اذا انت كده كده اصلا انت حسابك المعاش متحول على البنك. طب انا لو هعمل الفيزا بتاعتي يبقى انت هتعملها في البنك، يبقى انت هتعمل ميزه جديده للمعاشات في البنك لان انت محول معاشك على البنك. طيب انا بالنسبه لي انت كده كده معاشك لما انت عملته ومعاك الفيزا بتاعتك وجيت للبريد حولت لك، انا اوتوماتيك بمجرد ان انا ما بعمل لك الشغل والحساب وبدي لك رقم، انا كبريد انا بخاطب التأمينات والمعاشات، ببعت لهم الورق بتاعك بقول لهم فلان الفلاني اتحول عندي بقى معاشه عندي. والدليل على كده ان انت بمجرد ما عملت الحساب عندي في البريد الفيزا بتاعتك وقفت وجيت تستلم من عندي الفلوس. يعني خلي بالك انت بمجرد ان انت ما جيت لي وعملت لك الحساب، انا بقولها تاني لان في ناس معاها الفيزا وجت عملت الحساب عندي وبتقول لي طب انا بعد ما بعمل الحساب عندك اخد الوصل واوديه المعاشات، انا بقول لك لا، ما توديش الوصل للمعاشات. ليه؟ لان انا دلوقتي انا لما فتحت لك الحساب انا خلاص انا كده كده عامل بروتوكول بيني وبين المعاشات التضامن. ما هو انا دلوقتي انا ما فيش حاجه بتتم الا لازم بتنسيق بيننا كبريد وكمعاشات. والدليل على كده انا فتحت لك الحساب عندي اتحول لك المعاش عندي على البريد، فالوصل اللي معاك اللي انا سلمته لك فانت جيت تاخد من عندي المعاش، يبقى انت مش محتاج ان انا اقول لك خد الوصل ده وروح بيه المعاشات تاني. ليه؟ انا بقوم بالشغل ده عنك انت. بالنسبه لرقم تنشيط الفيزا 16 7 8 9، تاني 16 7 8 9 او 02 3 5 3
15900 في 02 353 15900. طيب بالنسبه لفيزا توفير البريد، بشتري منها واربطها بيبال، ينفع استقبل عليها تحويل من بيبال بالدولار ويدخل حساب ولا ما ينفعش؟ اقول لك، الفيزا الوحيده اللي مسموح لها ان هي تتعامل كرابطه على النت والبيبال الايزي باي فقط، اسمها ايزي باي فقط. دي اللي بعد ما بتفعلها تتصل بخدمه العملاء ويبعت لك الابلكيشن، بتنزله ويبعت لك الكود التفعيل على الموبايل، انت بتدخل على البيبال تربط رقم الفيزا على البيبال، طبعا يكون الرصيد في الفيزا دي ما يقلش عن 120 جنيه، وبعد كده خلاص اي فلوس انت وليك ارتباطات على النت هتنزل لك على البيبال، وبالتالي هتتحول على الايزي باي. الاوراق المطلوبه لعمل فيزا التوفير ولا اي شيء، صورتين بطاقه، وتكون البطاقه ساريه، والمبلغ اللي انت هتحطه في الحساب. تاني، الورق المطلوب، لان في ناس بتسالني كتير على الورق المطلوب. انا بالنسبه لي في البريد انا ما عنديش ورق، ماليش ورق، مالكش ورق، مش مطلوب منك ورق. انت مطلوب ان انت تجيلي بهيئتك وانت الشخص اللي هتفتح الحساب، صورتين بطاقه، بياناتك مظبوطه، وتكون البطاقه ساريه، وطبعا المبلغ اللي انت هتفتح بيه الحساب، بس مش مطلوب منك اكتر من كده. نكمل بقى نقطه الحوالات. طيب انا بعت الحواله، ال 1000 جنيه عليه كام؟ عليه 10 جنيه. 1500 جنيه عليه 15 جنيه. 2000 جنيه عليها 20 جنيه. رسوم تحويل حواله فوريه بيبعتها شخص لشخص في مكتب بريد تاني. وعايز اقول لك برضو على المعلومه ان دلوقتي مش مرتبطين بمكتب بريد، دلوقتي احنا بمجرد ما بنبعت الحواله على الرقم القومي للشخص، الشخص ده بيقدر يستلمها من اي مكان، اي مكتب بريد في جمهوريه مصر العربيه. ما عادش الاول زي ما كنا بنربط على مكتب بريد كذا، لا، احنا دلوقتي برقم القومي خلاص كل شيء متاح. دلوقتي انا سائق معايا رخصه، عايز شغل عندكم. بص، النقطه دي برضو انا اتسالت فيها كتير. بصوا يا جماعه، البريد شغله عزيز شويه زيه زي اي هيئه حاليا. ليه؟ لان انت دلوقتي احنا معلش يعني تقدر تقول ان انت بعد 2011 ثورة يناير، دلوقتي بقى المطلوب ان انت ما يبقاش عدد الموظفين كتير. انت كنت الاول بتروح هيئات بتلاقي 5 6 قاعدين على مكتب واحد، و2 3 على كرسيين والكلام ده كله. فلا، المطلوب ان انت تقليل عدد العمالة، مش ان انت تزود العمالة، لان انت كل ما بتزود العمالة بيبقى عبء على ميزانية الدولة وبتبقى مرتبات كتير. اما بالنسبة للشغل عندي في البريد، المطلوب دلوقتي وبيبقى مطلوب كل فترة، انا في عندي حاجه اسمها توزيع البريد. يعني ايه توزيع البريد؟ يعني انا دلوقتي في اتجاه عندي دلوقتي، المطلوب عندي ان انا بدل ما كان في ناس خريجين تجاره بريد وناس مجموعاتها معديه 90% ودخلوا تجاره بريد كانوا بيطلعوا بيلفوا بيوزعوا جوابات، لا، المطلوب ان انت دلوقتي لا، ناس شباب لسه في بدايه الحياه تبع شركة البريد اللي هي التوزيع الخاصة، هي بتجيلنا المكاتب بتاخد الجوابات دي وبتوزعها. لأن الشباب اللي كان زي ما قلت لكم تجارة بريد دخل المكاتب بقى شغال على الشبابيك، فأصبح في عندي عجز في الناس اللي بتوزع الجوابات. فشركة البريد الخاصة دي شركة مستقلة عننا كبريد، عاملين بالظبط، انت شفت زي شركات الأمن، بياخد ناس امن بتشتغل امن تبع مثلا واقفه على هيئات وعلى كده، بس هي امن خاص. هي دي بالنسبه لنا توزيع بريد خاص. تمام. انا عايز احول دفتر التوفير لفيزا توفير. كل المطلوب منك الاتي: اولا، الدفتر يكون بتاعك انت، ولو عليك وصايه وعديت ال 21 سنه بترفع الوصايه وانت واقف في المكتب. والمطلوب منك صورتين بطاقه، والبطاقه تكون ساريه، وصورتين من الصفحه الاولانيه من الدفتر، بس مش مطلوب منك اكتر من كده. الموظف بيعمل لك الاجراءات، بيحول لك الدفتر لفيزا، تستلم الفيزا بعد شهر ونص من ان انت تحول الدفتر، بس مش مطلوب اكتر من كده. لو عملت الايزي باي هتستقبل عليها فلوس من الباي بال اكيد. طيب انا عملت اجراءات فيزا ميزه ومنتظر استلمها، كده بقى ليا حساب جاري ممكن اضيف عليه مبالغ. بالظبط كده، بالظبط كده.
بالظبط. انت دلوقتي لما بيتعمل لك الحساب الجاري بقى حساب جاري فضي بريدي تماما، حساب جاري فضي هتاخد عليه ارباح، والحساب ده ممكن حد يبعت لك عليه فلوس من مكتب بريد تاني، يعني تستخدمه كأنه هو هيبقى بالظبط بديل للحوالات، هيتبعت لك على فلوس الحساب الجاري ده، وبقت معاك الفيزا وتقدر ان انت تسحب الفلوس دي. والجديد اللي احنا عرفناه ان انت ممكن تستخدم فيزا المعاشات دي الجديده اللي هي ميزه، ان انت تعملها كفيزا مشتريات تشتري بيها حاجات من اي مكان. يعني بدل ما تروح تاخد فلوسك المعاش، لا انت ممكن تسيب فلوسك في الفيزا، عايز تشتري حاجات دلوقتي زي الاعلانات اللي انتوا شايفينها، الاعلانات بتاع عمرو عبد الجليل واللي هي الحمله المعموله، ان انت تقدر تشتري وتروح. هيبقى الفكهاني معاه مكنه تسحب بدل ما تدفع فلوس، الجزار هيبقى معاه مكنه تسحب منها من الفيزا فلوس، في مكان بتشتري من سوبر ماركت، الكلام ده كله. فيزا المعاشات هتبقى معاك بنفس الستايل ده. عشان كده هي اكيد يعني مع التحول الرقمي، وزي ما قلت لكم بيئه العمل كلها هتبقى بالفيزا، اكيد انت بالنسبه لك هتلاقي لها مميزات كتير جدا. يبقى اذا احنا زي ما قلنا الحوالات، بعتنا الحواله، الشخص اللي هو واقف في المكتب البريد يستلم الحواله. طيب ما استلمهاش النهارده يستلمها بكره، طب ما استلمهاش بكره استلمها الاسبوع اللي جاي، ما استلمهاش الاسبوع اللي جاي، معاك شهر كامل. بالنسبه للحوالات الفوريه اللي بتتبعت معاك شهر كامل. طيب بالنسبه لسؤال بيقول لي اللي هي تحويلات من خلال البريد. طيب هو دلوقتي انا دلوقتي في خدمه جديده احنا استحدثناها في البريد، اللي هو ممكن لو عايز تحول مبلغ. يعني انت دلوقتي خلي بالك الحد الاقصى للسحب من البريد او من البنوك من بعد موضوع كورونا اصبح ان انت دلوقتي مش مسموح لك اكتر من 50,000 في اليوم. طيب دلوقتي انا راجل مثلا انا بعت بيت، وعايز الراجل اللي باع لي البيت ده عنده حساب في البنك او في البريد، والراجل ده فلوس البيت اكتر من 50,000. هو انا هقعد بقى كل شويه يجيب لي 50 في 50؟ اقول لك لا. طيب طب لو الراجل ده ليه حساب في البنك، ممكن ان انت تحول الفلوس من حساب التوفير او الحساب الجاري اللي في البريد على البنك، تجيب رقم حساب البنك بكل سهولة وتبقى متأكد منه مليون في المية، وتعالى مكتب البريد هيسحب لك المبلغ كله، يا رب يبقى مليون جنيه، ما تشغلش بالك، هيسحبه لك كله ويتحول على حساب البنك في 48 ساعة تكون الفلوس وصلت. طيب بالنسبة للسؤال بيقول لو انا ما روحتش واقبض المعاش ممكن يتحول لحسابي على طول؟ بالظبط كده، ما تروحش. إيه المشكلة؟ دلوقتي في ناس ممكن ما عندوش الفرصه زي انا ما قلت من البدايه، ان انا دلوقتي انا سافرت 3 4 شهور وليا معاش، المعاش فين؟ هينزل في حسابك، وهتنزل هتلاقي كمان انضاف عليه ارباح لانه حساب جاري فضي. طيب لو حد عايز يعمل توكيل، بس التوكيل بقى فيه اكتر من حاجه، يعني مثلا في توكيل اللي هو عايز يستلم الفيزا، يبقى انا بعمل توكيل خاص من فلان لفلان باستلام فيزا معاش مثلا ميزه البريد على رقم حساب كذا، او استلام فيزا التوفير العاديه اللي هي رقم حسابها كذا. يبقى نكتب في صيغه التوكيل كده توكيل خاص من فلان لفلان باستلام الفيزا. طيب انا لقيت الدفتر بتاعي بس هو ما اتعملش عليه من 2016، وكان فيه 1600 جنيه بس، هو شكله اتبهدل ولسه فيه صفحات فاضيه. ايه وضعه؟ بص، وضعه كالاتي: انت هتروح مكتب البريد اللي انت عامل فيه الدفتر، لو الدفتر الموظف شافه هيقدر يتعامل عليه، هيتعامل عليه وهينزل لك ارباحك طبعا من 2016. وانا نصيحتي ليك كاخ، حول دفترك لفيزا فورا، روح حدث البيانات، لان اكيد الدفتر ده عايز تحديث بيانات، حدث البيانات والدفتر ده حوله لفيزا. وبعد شهر ونص اللي خلاك تصبر من 2016 ل 2020 4 سنين، اصبر معانا كمان شهرين، استلم الفيزا بتاعتك معزز مكرم، اتعامل عليها بالنظام الجديد، حاجه محترمه، بدل ما تروح مكتب البريد وتقعد لك ب3 4 ساعات عشان تستنى دفترك
تحط فيه 200 جنيه او تسحب منه 500 جنيه. لا، انت لو الفيزا معاك وفي ايدك ومفعلها، هتدخل مكتب البريد، سلام عليكم لو سمحت انا معايا فيزا عايز احط او اسحب، هيقول لك روح على الشباك الفلاني. هتروح على الشباك الفلاني هتلاقيه فاضي، مش هتاخد دور ومش هتاخد، مش هتلاقي ان انت مثلا هتاخد دور للفيزا، مش هتلاقي ان انت تاخد رقم وتقعد ساعتين ثلاثه. لا لا، انت هتروح على شباك فاضي معين للفيزا، يبقى انت كده بتستفاد وقت كتير جدا ومميزات اكتر بالفيزا. بعد عمل فيزا الميزه ممكن اسحب المعاش في اي وقت من الشهر عادي، وممكن يترحل لشهر تاني وبعده يبقى موجود رصيد دايما بالظبط. ولا تشغلوا بالكم، الفلوس محطوطه في الحساب الجاري الميزه الفضي اللي عمله البريد. صدقوني لما تنزل الفيزا هتلاقي ليها مميزات كتير. معلش ممكن لان التجربه لسه جديده هيبقى فيها بعض المشاكل نستحملها مع بعض، نستحملها مع بعض. افتكروا يا اصحاب المعاشات ان انت في الاول خالص قبل ما تطلع الفيزا العاديه، مش الجديده بتاعتنا الميزه، قبل ما تطلع انت كنت بتروح من الفجر وبتروح وبتستنى وتدخل على الموظف قرفان وزهقان لانه في ايده كشف قد كده وبيقعد يدور على رقمك وبيدور على اسمك ويمضيك ويختمك ويبصمك ويعمل كل ده في كشف. افتكر النهارده انت بقيت بتقف قدامه بالظبط ما يكملش 10 ثواني بيضرب الفيزا الرقم السري يدي لك معاشك في 10 ثواني. انت كنت بتروح من الفجر. فنستحمل مع بعض. ممكن في بعض المشاكل، لاحظوا ان انتوا اكتر من 20 مليون واحد بيقبض معاش مثلا، اللي هم القدام والجداد وهكذا. فلازم ان احنا نصبر مع بعض. المعاش بتاع والدي وهحوله على حسابي انا. طب ازاي هيتحول على الحساب؟ مش عارف. مش عارف. انا عايز اعملها بس معلش والدي ممكن اعرف صيغة التوكيل؟ مش عارف يعني، مش فاهم القصة ايه. طيب ندخل بقى في موضوع تاني. رحت مكتب البريد فدخلت على الموظف فلقيته بيقول لي دفترك موقوف. بصوا يا جماعة، في بعض المسميات كده هنعرفها مع بعض، علشان انا الهدف من الجروب ان انا اعرفك بعض الحاجات اللي هي لما هتروح مكتب البريد وهتتقالك وتسمعها هتبقى فاهمها هي ايه. دلوقتي لو انت رحت مكتب البريد وقال لك دفترك موقوف، ما تخافش. في فرق بين موقوف ومغلق. لو مغلق اعرف ان انت كده حسابك عدى عليه اكتر من 10 15 سنه فاتقفل تماما. حتى لو في فلوس فهو اتقفل تماما. طب عشان ارجعه، لا ده موضوع كبير. هيتبعت لك ورق ويروح القاهره وموافقات وبتاع ويجي لك بعد شهر. طب الدفتر موقوف، موقوف بس ده محتاج تحديث بيانات. يعني ايه موقوف؟ يعني انت هتجيب صورة الصفحة الأولانية من الدفتر وصورة بطاقتك، ولو أنت واصي على حد من ولادك يبقى صور شهادات ميلاد ولادك. طب لو حد من الولاد طلع البطاقة بس ما كملش ال 21 سنة، هات صورة البطاقة بتاعته وصورة بطاقتك وصورة الصفحة الأولانية من الدفتر. هنعمل لك تحديث بيانات وهتشتغل على الحساب وأنت واقف في نفس اللحظة. يبقى أنا لما أسمع كلمة الدفتر موقوف ما تخضش. موقوف بيبقى مكتوب كده موقوف لتحديث البيانات. يعني ايه تحديث البيانات؟ يعني مطلوب تقول له العنوان الجديد ايه، مطلوب ان انت تقول له على رقم الموبايل ايه ويكون بتاعك انت. معلش جالي التليفون بس. موقوف يعني محتاج تحديث بيانات، مش محتاج اكتر من كده. يبقى اذا زي ما قلنا الموقوف غير المغلق. الموقوف لتحديث البيانات، المغلق يعني اتقفل تماما، يعني محتاج شغل تاني خالص، ممكن يجي لك بعد شهر ويقول لك الدفتر مفتوح. لكن موقوف لا، موقوف عايز تحديث بيانات فقط. ورجاء شخصي، رجاء شخصي لاهالينا ولستاتنا ولاخواتنا، ما تروحش مكتب البريد وتديله معلومات مش مظبوطه. رجاء شخصي لمصلحتك انت. يعني انت ما تروحش واقول لك هات لي رقم موبايل فتضحك عليا تجيب اي رقم او تخترع اي رقم. غلط غلط. ده في تحديث البيانات ده غلط. وللي بيعملوا فيزا المعاشات اللي هي ميزه غلط. لان انت دلوقتي لما هتيجي تفعل الحساب، اول شيء خدمه العملاء هتسالك منه، هتقول لك او هتسالك عنه، هتقول لك انت دلوقتي رقم التليفون ده مش ده المثبت عندي في البيانات، لو سمحت كلمنا من رقم التليفون اللي انت
كتبته وانت بتسجل المعاشات. فعلشان كده ضروري 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 لازم رقم الموبايل اهم شيء. اهم شيء. بالنسبه للمصروفات الاداريه، السؤال بيقول لي اي مبالغ على الحساب لصالح البريد. بصوا يا جماعه، المصروفات الاداريه لو انت قارنتها بحجم الشغل اللي بيتعمل لك، بحجم الخدمه اللي بتتعمل لك، بحجم ال الامن والامان اللي على حسابك، فهي لا تقارن. يعني انا لما اقول لك ان انت الحساب بتاعك ده مصروفاتك الاداريه عليه 120 جنيه في السنه، فانت لو حسبتها 120 جنيه في السنه، طبعا انت اول واحد هيرد عليا فهيقول لي هو انا ليه، هو انا يعني باخد ايه ارباح لما هيبقى 120 جنيه في السنه؟ انت لما يبقى 120، لو انت حتى رصيدك مليون جنيه فانا هاخد منك 120 جنيه. رصيدك 10000 جنيه هيبقى هم ال 120 جنيه. مهما كان رصيدك هم ال 120 جنيه. فاذا انت ما تدورش انا الرسوم الاداريه ايه. لو رحت ناحيه اي بنك وشفت الرسوم الاداريه هتتخض. يعني انت مش هتلاقيها 120 بس، يعني انت ممكن تلاقيها معديه 360 جنيه. وعلشان برضو اقول لك انا كراجل بتعامل في البريد، انت خدها مني نصيحه، انت من اول 2000 جنيه، من اول 2000 جنيه في البريد هتنزل لك الارباح وهتغطي الرسوم الاداريه. في البنك بيبدا يحسب لك الارباح من 3000 وانت طالع، وبيعملها لك شريحه. يعني يقول لك مثلا من 3000 ل 5000 كذا، ومن 5000 ل 10000 كذا، ومن 10000 ل 150000 كذا. بيقسمها لك شرايح وما بيرحمكش في الرسوم الاداريه، عشان بس نكون صراحه. لو البيانات اتغيرت لاي سبب بعد عمل الفيزا، عايز احدثها ازاي؟ هنروح مكتب البريد، السلام عليكم انا غيرت رقم التليفون، غيرت العنوان، دي البطاقه الجديده، دي انا غيرت الحاله الاجتماعيه، اي شيء غيرته هيعمل لك تحديث بيانات وانت واقف معزز مكرم. خلاص خلصت، دخل التحديث على قاعده البيانات. بالنسبه لشهور الايداع والسحب بتتحسب عليها عوائد. بص، القاعده المعروفه ان انت الشهر اللي بتحط فيه فلوس بتتحسب العائد من الشهر اللي بعده، يتحسب العائد الشهر اللي بعده. طيب بالنسبه للسحب، بالنسبه للسحب دلوقتي هنفترض انت حاطط 10000 حساب في البريد. ال 10000 دول غابوا 7 شهور، وجيت في الشهر الثامن سحبت 2000 جنيه. فاذا ال 10 شهور او ال7 شهور على ال 10000 جنيه انت اخدت الارباح بتاعتهم. طيب لما سحبت ال 2000 في الشهر الثامن، طيب انت كده فاضل في حسابك 8000. اذا ال 8000 بقى هيتحسب عليهم العائد مكمل الى شهر 7 اللي هو بتنزل عليه الارباح كل سنه. اظن كده وضحت. لكن شهر الايداع بتنزل الارباح عليه من الشهر التالي، من الشهر التالي. طيب يبقى احنا كده قلنا لو انا عايز احول فلوس من البريد للبنك، رقم حساب البنك وهو مظبوط، وبحول بكل سلاسه. بعد 48 ساعه بيظهر الرصيد اللي انا بعته على رصيد البنك. طيب الرسوم ايه؟ اقول لك الرسوم ايه. الرسوم بحد ادنى 20 جنيه، بحد ادنى 20 جنيه. يعني في ناس مثلا عايز يحول 10000 جنيه على البنك، يعني يقول لك بدل انا ما هاجي ومش عارف ايه واقف وطابور وبتاع، لا انا هدخل واحولهم على واحد. طيب انا بقول لك مظبوط، يعني انت بدل ما تجيلي وتاخد دور بعد 3 ساعات تسحب ال 10000 وتروح البنك تاخد دور كمان تاخد لك 3 4 ساعات وعشان تعمل الايداع، لا انت ممكن الموضوع ده يتم بكل سلاسه. هات رقم حساب البنك واحنا هنحول لك المبلغ بحد ادنى كام على 10000 ب 20 جنيه. طب انا لو عايز احول 20000 هيبقى 40 جنيه. طب انا لو عايز احول مليون جنيه هيبقى 300 جنيه، لان انا عندي الحد الاقصى للتحويل من البريد للبنك 300 جنيه. الحد الاقصى من التحويل للبريد للبنك 300 جنيه. يعني لو هتحول مليون جنيه 300 جنيه. يبقى انا في عندي حوالات
فورية، وفي عندي حوالات خارجية فقط للبنوك داخل مصر، للبنوك داخل مصر. لو مبلغ كبير ومش عايز تستنى ال50,000 اللي هم بتوع الحد الأقصى بتوعي للسحب، لا، هات رقم حساب البنك وهنحول لك عليه زي انت ما قلت كده. القصة كلها هتبقى رسوم بسيطة، بدل ما تيجي وتقعد لي 3 ساعات والبنك تقعد 3 ساعات. ومثلا لو مبلغ كبير هتقعد ايه معايا؟ هتقعد مثلا اسبوع بقى تحول كل يوم 50,000؟ لا. فانت ريح نفسك واشتري راحتك بفلوس، وهي مش فلوس كتير ولا حاجة. لا، انت زي ما قلت لك بحد اقصى عندي 300 جنيه على المبلغ اللي فوق ال 150,000. يعني انت فوق ال 150,000 عندي بحد اقصى 300 جنيه كرسوم تحويل. كان في اسئلة تاني؟ بالنسبة لحسابات البريد، العائد زي ما قلنا 8.5%، وعلى المبلغ والفوائد بعد انتهاء السنة. يعني بص، انت علشان تريح نفسك، انت فلوسك غابت عندي كام شهر قبل ما ندخل في حسابات شهر 7 اللي هو الشهر اللي بتتحسب لك فيه الفوائد، هو ده اللي هتاخد عليه العائد. في ناس بتقول لك ايه، يعني انا لو حاطط فلوس وجيت قبل شهر 7 وسحبت مبلغ كده فايدة السنة ضاعت عليا؟ مش كده، لا طبعا. انا زي ما قلت لك، انت فلوسك غابت معايا قبل شهر 7 كام شهر؟ 9 شهور هتاخد العائد، 7 شهور هتاخد العائد، 3 شهور هتاخد، يا رب لو شهر هتاخد العائد بتاعك. يبقى اذا الفلوس مهما تغيب عندي من شهور هتاخد العائد عليها. لو جيت قبل شهر 7 وسحبت كل الفلوس، ما تحطش في دماغك ان انت كده العائد بتاعك ضاع وانت فلوسك راحت لا، اصل انت ما كنتش سايبهم عندي امانه. لا، انت زي ما قلت لك فلوسك دي غابت. يعني مثلا في واحد ممكن يكون سايب عندي 100,000 جنيه من امتى؟ من شهر 9 اللي فات لشهر 6 تاني سنة، وجه في شهر 6 وقام ساحب الفلوس اللي هم ال100,000 جنيه. تفتكر ان انت ال100,000 لما غابت عندي سنة وانت سحبتها في شهر 7 ان انت كده ضاعت عليك الارباح؟ لا طبعا، لا طبعا. انت ارباحك زي ما قلت لك من شهر 9 اللي فات لشهر 6 كل الشهور دي هتاخد العائد عليها، فما تشغلش بالك. الحد الادنى المبلغ المستحق لحساب الارباح لحساب التوفير، انا زي ما قلت من شويه 2000 جنيه. ليه 2000 جنيه؟ ليه 2000 جنيه؟ لان انت دلوقتي انت لما هيبقى عندي المبلغ 2000 جنيه واحسبها لك في 8.5%، يعني انت بمعنى اصح انت نقدر نقول ان انت هيبقى كامل عائد وليكن هيبقى 170 جنيه. 170 جنيه. طيب انت بتقول لي دلوقتي الرسوم الاداريه كام؟ انا بقول لك 120. طيب انت 120 انا طالع لي 170، يعني انا هيطلع لي في السنه على ال 2000 جنيه 50 جنيه. هقول لك هتقول لي طب وهو ده ربح؟ هقول لك وهو يعني هو ده بس المبلغ اللي هتستنى عنده؟ لا طبعا. ما هو انت دلوقتي، ما هو انت مش هتروح البريد وتقعد وتستنى بالثلاث اربع 5 ساعات علشان تروح يبقى انت كل طموحك ان انت عايز تحط في البريد 2000 جنيه. لا طبعا، اكيد في ناس بتحط بال20 وال30 وال100 وال200 الف. طيب يعني انا لما يبقى واحد الفلوس بتاعته 200 الف جنيه، 200 الف جنيه، يبقى العائد بتاعه كام؟ اقول لك انت بتتكلم في عائد هيدخل في حوالي 17,000 جنيه. يعني انت ال 17,000 لما تشيل منه 120 رسوم اداريه، الراجل ده مش هيحس بيهم. لكن انت ما تقوليش بقى ان انا اخري ال 2000 جنيه وتسكت. طب هو انت يعني انت كل طموحك انت رحت البريد وفتحت حساب وبتروح تقعد بالثلاث اربع 5 ساعات علشان يبقى انت كل طموحك تحط بس 2000 جنيه؟ طب ما انت برضو انت لازم تحسبها. انت ليه رايح؟ انت ليه هدفك فكرت في البريد؟ ليه فكرت في البريد؟ لان انا معايا دلوقتي فلوس وبحب ان انا ادخرها ورايح افتح حساب. طب انت دلوقتي رحت عملت ايه؟ يبقى انت رحت فتحت حساب وبتحط فلوس بالفعل، تستاهل تروح تقعد بالساعتين والثلاثه وتتعذب في الحر وتتعذب في الشتاء وفي البرد علشان يبقى ليك عائد محترم اخر السنه.
مش ان انت يبقى كل طموحك 2000 جنيه. 2000 جنيه يبقى احنا كده بنهزر. انا بصراحه انا بحسبها كده، يبقى انت كده بتهزر وبتروح بتضيع وقتك وبتضيع وقت الموظف. ومعلش يعني هيجي لي واحد وهيرد عليا ويقول لي يا اخي هي الناس هي مقدرتها كده. طب ما انت مقدرتها كده، انا معاك، بس برضو مش 2000 جنيه اللي تروح وتتبهدل عشان يطلعوا لك 50 جنيه في السنه مثلا. طيب لو انا عايز افتح توفير مع فيزا ميزه، طب ايه المشكله؟ ما تفتح توفير ولا تشغل بالك، دي شيء ودي شيء. فيزا ميزه المعاش دي شيء، وبالنسبه لفيزا التوفير دي شيء تاني خالص. زي ما قلت فيزا المعاش لاستخدامات معينه، المعاش هيتحول عليها عائد 4%، هستخدمها كمشتريات. فيزا التوفير عائد 8.5%، برضو هستخدمها في حاجات معينه، وهكذا. الحسابين مش هيتعارضوا مع بعض. لا، تطبيق للبريد للتحويل من حساب لحساب زي البنوك ولا غيره، لا. البريد لا، تطبيق لا. وده للاسف، وده للاسف، لان انا كنت اتمنى يكون في تطبيق تاني باستخدامات تانية يوسع الدايره، بدل احنا ما نروح ونروح في البريد ونقعد وقت طويل وكده. لا، يبقى في حاجات كده شغل ممكن يكون قدام. طيب، في عندي تطبيق اسمه ايزي باي. طبعا التطبيق الايزي باي ده في ناس زي انا ما اتكلمت في الاول ان في ناس هتستخدمه اللي هو على الباي بال، ان هو شغال شغل نت، فهتجيله فلوس، الفلوس دي بتتحول على تطبيق الايزي باي، فيسحب الفلوس دي بالفيزا الايزي باي. تطبيق الايزي باي ليه فوائد كمان. ايه هي؟ ان انت ممكن من خلال التطبيق، الناس تركز معايا، من خلال تطبيق الايزي باي ممكن تبعت حوالات فوريه. يعني خلي بالك، ممكن لو انت مثلا معاك مبلغ على الايزي باي وعايز تبعت حواله مثلا 500 1000 2000 5000 10000، عايز تبعت حواله فوريه لشخص على الرقم القومي بتاعه، فبدل انت ما تروح مكتب البريد وتبعت الحواله الفوريه دي من على الشباك وتاخد دور وورق ورقم والكلام ده كله، لا، لو انت معاك تطبيق الايزي باي هتفتح التطبيق، تدخل على الحوالات، تكتب الرقم القومي للشخص اللي انت هتبعت له، اسم الشخص اللي انت هتبعت له، وتبعت تحويل المبلغ. هتوصله الحواله بالظبط زيها زي الحواله الفوريه في اقل من 10 دقائق. لو هو في مكتب البريد يستلم الحواله دي. الحد الادنى للمبلغ المحول من بنك قد ايه؟ بص، عشان اكون صريح معاك، انا ما شفتش بعيني او حسيتها ان في حد محول من البنك على البريد، لكن الجديد اللي انا اعرفه واللي انا اتكلمت فيه اللي هو محول من البريد للبنك. لكن محول من البنك للبريد دي انا لسه ما شفتهاش، لكن انا هسأل فيها اكيد وهرد عليكم ان شاء الله. نكمل ولا انا كده طولت عليكم؟ لو طولت عليكم قولوا، يعني ما تتكسفوش. لو حد بقى عنده سؤال يبعت وانا لسه موجود معاكم. ممكن بقى لو هنتكلم في نقطة اللي هي دايما بتيجي أسئلة عليها، اللي هي حد عايز يبعت طرد، عايز يبعت بريد سريع، عايز يبعت طرد من مكتب بريد لدولة معينة، أو عايز يبعته من مكتب بريد لمكتب بريد في نفس البلد، في نفس القاهرة، في اسكندرية، البحيرة، من محافظة لمحافظة. بصوا يا جماعة، أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني. أنت بتاخد الطرد ده معاك، ماشي. دلوقتي انت عايز تبعت طرد، انت بتجيب الشيء اللي انت هتبعته، بتروح مكتب البريد. طبعا مكتب البريد يكون فيه خدمة البريد السريع، هو هيبعت لك الطرد على حسب الوزن وعلى حسب المحافظة وعلى حسب الدولة، عشان الناس اللي بتسأل والتكلفة هتبقى كام. ما بتتعرفش التكلفة غير وانت في المكتب. ليه؟ لان انت دلوقتي بتوزن الطرد وبتعرف التعريفة بتاعت الدولة دي، وبالتالي بيحدد لك المبلغ. انت لو عجبك المبلغ وفي امكانيتك ان انت تدفع، بتدفع وبيحول لك الشيء ده. طب المدة اللي انت هتبعتها، المدة اللي انت هتبعتها، ان انت دلوقتي مثلا انت وليكن احنا بنبدأ شغل يوم السبت. يوم السبت في بعض المكاتب، لو المكتب فاتح السبت وهيبعت سبت، فانت يوم السبت ده شيله من حساباتك.
تبدا تحسب حد 2 3، قول الاربع هتبدا توصل للشيء ده لو داخل جمهوريه مصر العربيه. بره جمهوريه مصر العربيه انت سيب له 10 ايام عشان بس تكون ايه مريح نفسك. جالي سؤال دلوقتي بيقول لي ايه؟ تم ايداع مبلغ معين بيتحسب عليه فايده، وبعد انتهاء السنه والسنه تانية يحسب على اجمالي ولا مبلغ فقط؟ طبعا. يعني انت دلوقتي حاطط 100,000 جنيه في الحساب، 100,000 جنيه في الحساب، جه شهر 7 على 100,000 بقوا 120,000. طيب ال 120,000 من شهر 7 اللي اتحط عليه الفلوس لشهر 7 التاني هتتحسب على ال 120 مش على ال 100,000. يبقى إذا الفايدة هتتحسب على الإيه؟ على الإجمالي مش على المبلغ الأصلي وبس، لا بتتحسب بقى على الإجمالي. دلوقتي حضرتك بالنسبه ليه البريد ما بيربطش الفيزا برقم التليفون بحيث ان تيجي رساله بالسحب والايداع؟ لا، دلوقتي في الحسابات حتى الناس على فكره مش الفيزا بس، الناس اللي معاها دفاتر دلوقتي لما بيتسحب مبلغ، حتى في بعض الناس بعتت لي اسئله بتقول لي ان انا دلوقتي تليفون والدي جت عليه رساله بتقول ان في مبلغ اتسحب من الحساب. انا والدي ولا ليه حساب ولا والدي راح سحب، او ممكن يكون ليه حساب بس والدي ما راحش سحب. دلوقتي بقى المطلوب ان انت لو في مبلغ يعني اتخصم من حسابك بتجيلك رساله بتقول لك تم خصم مبلغ كذا. ولكن انا قلت لكم من البدايه يا جماعه مفيش حد ياخد تليفون حد ويعمل بقى تحديث بيانات، لان زي ما قلت لكم كده واحده بتستسهل وتحط رقم جوزها بعد ما بتسحب بتجيله رساله ان في سحب، واحده بتحط رقم تليفون اخوها بعد ما بتسحب بتروح له هو الرساله ان تم سحب المبلغ وهو اصلا ولا فاتح حساب ولا ليه علاقه بالبريد مثلا يعني. فيزا ميزه فض المعاش الجديده اللي هستلمها ممكن عن طريقها اودع مبلغ كحساب واشتري من خلال الفيزا بالظبط من اي مكان. زي ما قلت لكم هتنفع ان هي تبقى فيزا مشتريات تشتري بيها من اي مكان، وممكن ان انت من رقم الحساب ده ان انت تاخد الفلوس وتبعتها، تاخد الفلوس من كسحب تسحبها بايدك وتبعتها لو عايز تبعت. طيب انا حذفت تطبيق الايزي باي، لو نزلته تاني نحتاج تفعيل مره اخرى ام لا؟ بالظبط كده. لو حذفت تطبيق الايزي باي لازم تتصل بخدمه العملاء تاني وهتعمل كانك بتفعل من اول وجديد، لانه هيبعت لك كود تفعيل من اول وجديد، ودي مشكله كبيره على فكره. لو حد معاشه واقف من 6 سنين للسفر في الخارج يرجع المعاش ازاي؟ مفيش، هيروح التامينات والمعاشات وهيحكي لهم القصه والحكايه كذا انا معاشي، وهيعملوا زي ابديت ويرجعوا له المعاش، مفيش اي مشكله. العائد على المبلغ ولا على الجمله بعد اول سنه؟ على ايوه، يعني مثلا انت دلوقتي زي ما قلت انت 100,000 وجاء عليك شهر 7 زادت الارباح بقى 110، وسبت الفلوس زي ما هي، تاني سنه هيبقى العائد على 110 مش هيبقى على 100 بس. تحديث الفيزا من 16/7/8/9 او 02/3/5/3/15900، ده خدمه العملاء لتحديث الفيزا. لا، هي ال 4% على الميزه 4% سنوي مش شهري، 4% سنوي. ما هو لازم تحديث البيانات من نفس المكتب، تحديث دفتر البريد او تحديث بيانات الدفتر التوفير من نفس المكتب، لازم من نفس المكتب. هتروح مكتب بريد تاني هقول لك ارجع للمكتب اللي انت فاتح فيه الحساب للاسف. وعايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا جدا جدا. لو رحت مكتب بريد، وافهم المعلومه معايا كويس، لو رحت مكتب بريد وقال لك الدفتر محتاج تحديث بيانات ولكن ليك بصمه او ليك نموذج توقيع على الحساب، هتسحب من غير تحديث بيانات، بس مطلوب منك تروح مكتبك تاني وتحدث بيانات. هعيد تاني، دلوقتي انت رحت مكتب بريد، دخل على الحساب لقى بياناتك مش مظبوطه، بيقول لك لو سمحت ارجع مكتبك حدث البيانات. هتطلب منه بس حاجه بسيطه قبل ما تمشي، قول له طب بعد اذن حضرتك ممكن تشوف لي انا ليا نموذج توقيعي ولا لا؟
بس الكلمتين دول. قول له لو سمحت انا ليا نموذج توقيع على الجهاز عندك ولا لا؟ لو ليك نموذج توقيع هيقول لك اه. قول له طب حضرتك انا سمعت ان انا ممكن اسحب من عندك، بس هروح اعمل تحديث بيانات من المكتب بتاعي، انا فاهم، بس طالما ليا نموذج توقيع يبقى هسحب من على الجهاز. معلومة تانية في نفس الوقت، لو قال لك دفترك موقوف روح اعمل تحديث بيانات في المكتب التاني، كلامه صح، دي ما نقدرش نتدخل فيها. يبقى اذا تحديث البيانات فقط، ولكن ليك نموذج توقيع على الجهاز هتسحب من المكتب عادي خالص، مكتب تاني مش مكتبك، عادي خالص، بس مطلوب منك مشكورا تروح مكتبك وحدث بياناتك فيه. لو رحت مكتب تاني غير مكتبك وبتسحب وقال لك دفترك موقوف، لا، يبقى انت هتضطر تروح مكتبك بالفعل، تفتح الدفتر عنده وتعمل تحديث بيانات عنده. اظن كده المعلومه واضحه. طيب هو مبلغ 48,000 من شهر 9 لغايه شهر 7، الفوائد كام؟ دي عايزه آلة حاسبه وحسابات وبتاع. بس اقول لك على حاجه، يعني انا دايما بقولها لما بيجي لي حد بيسال على الارباح من كذا شهر، انا بقول له بعد اذنك روح مكتبك وراجع دفترك، علشان دفترك لو محتاج تحديث بيانات تحدثه بالمره وما توقفش نفسك، وبالمره هتلاقيه حاسب لك ارباحك زي الفل. انا غير مصريه، ايه المطلوب لفتح حساب بمكتب البريد؟ مطلوب منك ان انت تاخدي معاكي جواز السفر ومصوراه صورتين، وهتروحي مكتب البريد في فتح حسابات لغير المصريين، للاجانب سواء كانت جنسيتك ايه، هو الموظف هيدور في الجنسيات اللي عنده ويفتح لك الحساب عادي خالص. تطبيق ايزي باي مش عاوز يربط فيزا المرتب، واتصلت بخدمة العملاء كتير ومفيش فايدة. مرتب ايه؟ احنا انت معايا زميل في البريد، زميلي في البريد. هقول لك، لو انت زميلي في البريد، اصل انت لو بتتكلم على فيزا المرتب وانت عميل مثلا بنك القاهرة، بنك اهلي، الكلام ده انا ماليش دعوة بيك. لو انت زميلي في البريد انا ربطتها، انا ربطت الفيزا المرتب بتاعتي على تطبيق الايزي باي، والدليل على كده ان انا لما المرتب بينزل قبلها مثلا بيوم، انا بدخل على تطبيق الايزي باي بعمل كشف حساب، بشوف المرتب نزل ولا ما نزلش من قبلها بيوم. ده لو انت زميل في البريد. بس المطلوب منك ايه؟ ان انت اكيد ان انت تكون فيزا البريد متفعله بتاعتنا بتاعت المرتبات تكون متفعله، يكون تطبيق الايزي باي معاك شغال، ويكون تليفونك اندرويد مش ايفون، لان الايفون اعتقد عامل مشكله. لو اندرويد بيفتح معاك وتدخل وتضيف تكتب رقم فيزا البريد اللي انت عايز تربطها على الايزي باي وعادي خالص. دفتر توفير يمكن استقبال مبلغ عليه من بنك؟ لا لا لا، لان دفتر التوفير انا اعتقد ان لو فيه يبقى العمليه بتنزل عليه، او لو في بقى وده اللي هسأل فيه، بروتوكول اللي هو ارسال فلوس من البنك للبريد ونزلت الفلوس في الحساب على البريد ومتقشره كده بعد ما بنعمل كشف استعلام او كشف حساب، وظهر ان في مبلغ ايداع مبلغ من بنك كذا، يبقى اذا هناخد الدفتر ونروح مكتب البريد اللي هو المكتب اللي فاتح فيه الدفتر، وهننزل العمليه يدوي على الدفتر وتبقى الحسابات مظبوطه. ده في حاله ان بالفعل يتم التحويل من البنك على التوفير البريد. دي انا لسه هسأل فيه يا شباب. طولنا ولا كده كويس ولا ايه؟ انا معاكم. انا بس اتمنى ان لو الناس عجبها الفيديو والرد على الاسئله واستفادت، اتمنى رجاء شخصي ان انت بعد ما تشوف الفيديو اعمل له شير على صفحتك، انا اتمنى لو الفيديو عجبكم شوفوا الفيديو واعملوا شير على صفحتك عشان الناس تستفاد، وعلشان الناس تشترك في الجروب وتزود الجروب عشان الفايدة تعم للناس، عشان الناس كلها تستفاد. ولا انتوا عايزين الفايدة تبقى ليكم انتوا بس؟
لو انتوا عايزين الفايده تبقى ليكم انتوا بس مش مشكله، بس دي تبقى انانيه بصراحه يعني. لا انت مش هتخسر شيء. انت كل الحكايه في عندك شير، اعمل شير وخليه على صفحتك. الناس اللي عندك الناس اللي عندك الناس اللي عندك هيستفادوا بالفيديو ده، والناس هتشترك في الجروب، يبقى الجروب لكل الناس. واحنا في ناس كبيره في السن عندها اسئله كتير، ناس عندها اسئله وبتتمنى تدخل في حته وتستفسر وتعرف. عرفوهم سكه الجروب ده لله مش اكتر. طيب، في بيقول ليه يا استاذ ثروت ما تنشروش مكان اي تي ام في اماكن متفرقه؟ طنطا كلها ما فيهاش غير مكانتين فقط، وانت عارف طنطا كبيره. بص، اللي انا عرفته في كميه لا يقل عن 4000 مكنه من ماكينات الاي تي ام الخاصه بالبريد هتنزل قريب. هتملى مصر كلها. هيبقى في جنب مكاتب البريد، وهتبقى منتشره في اماكن تانية. واللي انا عرفته يعني، انا واحد من الناس، انا في كفر الزيات جالنا مكنه هيبقى فيها ايداع كمان. يعني هيبقى مكن اي تي ام خاص بالبريد، هيبقى فيه ايداع وسحب. للي بيعرف يعمل ايداع هيعمل ايداع عليها كمان. فده قدام. هو ممكن يكونوا يعني كانوا مكسلين الفتره اللي فاتت، ان في بعض الماكينات الاي تي ام اللي شغاله في البنوك التانية ممكن انت تسحب منها، فكانوا مكسلين شويه. لكن الجديد فيه. موظف حكومي بمستشفى عمل فيزا مرتب ينزل عليه عادي. يعني هي بص، هو ده على فكره انا اعتقد انت بتقصد اللي هي الايزي باي. يعني دلوقتي لما بيبقى فيه موظف لسه جديد في مكان شغله، بيقولوا له روح البريد اعمل لنا فيزا اللي هي الايزي باي علشان ينزل المرتب عليها. طبعا هو بيجي لنا بنفتح له حساب ايزي باي، مش حساب يعني مش حساب زي الحاجات دي. لا، يعني هي بتبقى فيزا اسمها ايزي باي، زي اللي بيربطوها على الباي بال، زي اللي هي المدفوعات الحكوميه. يعني لو حد مثلا جاي له فلوس من مكان حكومي، مصروف له رصيد اجازات، مصروف له تعويض، ناس بتروح تعمل عمليات وبتصرف لها فلوس فبتنزل على الايزي باي. هي زيها بالظبط. بتعمل عندي ايزي باي، بتبلغ بيها المرتبات عندك، هينزلوا لك عليها مثلا مرتب مدة 5 شهور 6 شهور سنة زي ما يكون، على ما المرتبات عندك في شغلك يعملوا لك فيزا تانية. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو عجبكم. انا يعني كل مدى هطلع معاكم ان شاء الله ارد على الاسئله، والناس الجديده تتعرف علينا ونتعرف على بعض، وبرضو احنا مع بعض. ما تزعلوش لو في بعض الاوقات ما عرفتش ارد على الاسئله، لان انا شغلي، انا بصحى الساعه 6. لو انتوا لاحظتوا في بعض الناس بتبقى سايبه لي اسئله، انا برد عليها من الساعه 6 للساعه 7 الصبح، ده وانا بلبس الصبح. وبنزل شغلي من 7، ممكن ارجع ل 4:30 العصر، برد على اسئله الناس قدر المستطاع اللي بقدر ارد عليه. الناس اللي هي في بعض الاسئله ممكن تبقى محرجه وشايفاها ان هي اسرار وهتبعت لي على الخاص، انا بقولها لكم مره تانية، ابعت مباشره، ما تبعتليش. يعني انا بزعل من الناس تقول لي ايه، بعتها لي على الخاص مخصوص، فيقول ايه لو سمحت ممكن استفسر ويسكت. ابعت قول، يعني قول انت عايز تستفسر عن ايه. يعني سيب سؤالك، وانا لما هاجي ان شاء الله من شغلي انا هدخل وهرد على سؤالك. وانا افضل لو حد هيبعت لي السؤال يبعته صوت، يعني ابعته صوت، يعني قول لي الرساله بتاعتك صوتيه، تسجيل واثنين وثلاثه مش مشكله وانا هسمعه. لان في ساعات ان انت بتبقى الرساله اللي انت كاتبها ما ببقاش فاهم يعني المطلوب منها ايه بالظبط. فاللي هيدخل لي على الخاص يا جماعه، انا فاتح الخاص لاي حد يدخل. ادخل وابعت سؤالك وسيب سؤالك. وزي ما بقول لك، ما تبعتش وتقول لي لو سمحت ممكن استفسر وتسكت على ما اجي لك من الشغل بعدها ب6 ساعات. ادخل مباشره وسيب سؤالك وصوت، مش لازم تكتب وتتعب نفسك في الكتابه، وانا هرد عليك ان شاء الله. وربنا ينفعنا ببعض، ويبقى الوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض بيفيد الناس. وزي ما قلت لكم، ما تبقاش اناني. لو عجبك الفيديو اعمله شير على صفحتك، خلي الناس تستفاد بيه، عشان نزود الجروب، علشان برضو نعمل قاعدة كبيرة من الناس تستفاد باللي احنا بنقوله.
وكل سنه وانتم طيبين، ونتقابل على خير ان شاء الله. السلام عليكم.